السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم انا دينا من قناة كيدز كورنر وفيديو جديد. فيديو النهاردة هنعمل فيه بصمة كتب الكتاب الترند الجديد. لقيت بنات كتير بتسأل عن طريقة العمل، وناس بتقول بالخشب وناس مش عارف ايه، فحبيت ان انا اقدم لكم الطريقة على طول. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا هنا طبعت ورق، انا حبيت اطبعه بالبصمة بتاعه عشان تعرفوا يعني الفكرة. بس ما كنتش عارفة اكتب اسماء ايه، عملت ميل وفيميل ومش عارف ايه وكده كتجربة يعني. هنا حسيت ان الكلام صغير شوية والمساحة مش هتبقى كويسة، يعني مش هتبقى كبيرة وواضحة. فطبعتها هنا بالطريقة دي. طبعا من خلال الفيديو ده بشكر اخويا لان هو اللي بيعملها لي على الفوتوشوب. عملتها طبعا باسمي دينا واحمد 30/10 جماعة جوازي. اشمعنى بقى اللي بيكتبوا بكتابهم جديد؟ انا ماليش نفس ولا ايه؟ انا طبعتها كده بعرض الورقة اللي هي اللي A4. طبعا في مساحة زيادة كده في الجوانب، هحاول ان انا اشيلها. شلت من على اليمين ومن على الشمال حوالي 2 سنتي، ومن فوق حوالي 2 سنتي برضو، من تحت 3 سنتي. طبعا المقاس ده في ايديكوا، يعني هي في الاخر هتطلع مقاسها بالتقريب كده 15 سنتي في 20 سنتي، يعني بعد ما اقص الزيادات بتاعتها. دي طباعة عادية جدا، مش هنستخدم خشب، مش هنستخدم الحاجات دي خالص، لان انا بصراحة مش مقتنعة بالخشب. حاسة ان انا لو عملتها يعني طباعة على خشب، اولا هتكلفني كتير، ثانيا لما اجي هعمل البصمة على الخشب، شفتوا لما بتبصمهم بحبر او حاجة زي كده، او بتكتبوا حتى بقلم على الرخامة او سيراميك او حاجة زي كده، بيتمسح بسرعة. نفس الوضع لو عملناها على خشب ناعم زي اللي بنعمل منه الطرات بتاع الشبكة والحاجات دي، البصمة هتزحلق وهتتمسح بسرعة. يعني مش عارفة انتوا فاهمين قصدي ولا لا؟ فالورق تكلفته اقل طبعا وسهل، يعني اي حد ممكن يعمله. ده نصبيان. طبعا احنا عارفين نصبيان ده عبارة عن كرتون مضغوط، خامة كويسة يعني ومش غالية برضو، هتلاقوها في المكتبات بيتباع بالفرخ تقريبا. النص فرخ تقريبا ب20 جنيه او حاجة. احنا هنستخدم قطع صغيرة جدا. هنستخدم طبعا لزق الصمغ العادي اللي هو الصوابع ده، مش السايب. هنحاول نملى المكان كله صمغ علشان ما يبقاش فيها حتت هوا باينه ان هي يعني مطبوعه على ورق عادي وملزوقه. هنثبت طبعا على الطروف والكلام ده، وبعدين هنقص الزيادات. كان ممكن اقيس واقص النصبيان وبعدين ارجع او ارجع الزق تاني، بس انا فضلت ان انا الزق وبعدين اقص الزيادات على طول علشان ما يطلعش حته كبيره حته صغيره كده يعني. لو ما عندكيش نصبيان ممكن تستخدمي كرتون عادي، بس هتضطري تغلفي من ورا ومن قدام ومش عارف ايه، وهيبقى مزجزج. فالنصبيان كويس، ممكن تشتري ربع فرخه يعملك كذا واحده لو انت شغاله فيهم، او لو بتاع كتب كتابك هتستخدميه برضو في حاجات تانية. هنعمل الاطار ده اللي هو شكل ديل القطه ده، اسمه كورك. ده النوع التاني اللي انا ماسكاه ده اللي هو هقول لكم، عارفين المفارش اللي كانت طالعه موضه كده وبيصوروا عليها ومش عارف ايه، فرو كده. دي انا كنت جايبه منها 5 سنتي بس، لان طبعا انتوا عارفين ان هو غالي، فانا كنت عاوزه الفرو ده، بس عايزاه يبقى تقيل مش زي الكرك اللي انا ماسكاه ده. ممكن تجيبوه. انا كان ال5 سنتي ده كانوا عاملين تقريبا 60 جنيه، فبستخدمه في حاجات معينه يعني برضو عشان التكلفه. فحبيت برضو ان انا اوريه لكم ان هو خامته تقيله شويه عن الكرك ده او ديل القطه ده. المهم ان انا استخدمت ديل القطه زي ما البنات بتفضل يعني. عملته نص كده، طبعا لازم احط التاتش بتاعي واغير في الديكور شويه. وجبت الشريط اللي هو الدانتيل ده، نوع من انواع الدانتيل يعني، على رسمه ورد فل كده.
هنلزقه كده على النص. يعني انا لزقت طول وعرض بالكرك، وطول والعرض التاني بالورد ده. انا بتكلم كتير يا جماعة عشان ابين لكم التفاصيل والحاجات اللي ممكن تستخدموها وكده. طبعا عايزين تعملوا الاربع جوانب بالورد، عايزين تعملوا اربع جوانب بديل القطة ده، مفيش مشكلة، دي حاجة ترجع لكم، بس انا حبيت ان انا اغير وتطلع حاجة يعني غير المنتشرة وجديدة، يعني كل واحد يحط التاتش بتاعه بقى. كان عندي فصوص اللولي دي، هبدأ ألزقها على كل وردة كده، فص في النص الوردة بس. يبقى هنا استخدمنا طباعة عادية وناصبيان والخامات اللي موجودة عندنا اللي احنا بنستخدمها في العادي، او لو اشتريناها مش هتكلفنا، لو مش بالنسبة لك شغل يعني هتعمليها لنفسك مش هتكلفك كتير يعني. دي فلونكة عملتها بشريط ستان كده، طبعا ممكن تعمليها بيضة ذهبي على حسب لون الفستان او لون الطقم اللي انتي لابساه يوم كاتب كتاب. وده الحامل بتاع الاطباق اللي بتحط في النيش ده يا جماعه، ممكن تحطوها عليها كده طبعا فيما بعد، يعني بعد ما تعملوها على التسريحه بقى، على البوفيه، على ترابيزه الانتيكات، اي حاجه يعني. دي بقى شكلها بعد ما بصمت شكلها تحفه، بس للاسف ما كانش عندي حبر ازرق، عملتها بحبر اسمر عادي يعني ما فيهاش مشكله، المهم ان البصمه واضحه. شكلها حلو جدا جدا. انا هحطها عندي على التسريحه عشان تبقى قدامي على طول وعينها للذكرى، كاني عاملاها يومها يعني، ما فيش مشكله يا جماعه. الشكل التاني طبعا لازم اعمل حاجة جديدة ومختلفة، حاجة من دماغي يعني مطرقعة كده، حبيت برضو ان انا اوريها لكم. انا نزلت شكل اطار ورد من اللي هو بتاع اسمه ايه، الباترون بتاع التطريز، عارفينه؟ نزلت باترونات وكده واستخدمت باترون فيهم. واخويا طبعا عمل لي الاسماء، عملتها المرة دي بالعربي عشان تغيير، وكتبت في النص الآية القرآنية اللي هي وجعل بينكم مودة ورحمة. عجبتني جدا جدا، يا رب تعجبكم برضو كده، شكلها حلو قوي قوي يعني، القلب احلى من المربع كتير. هنستخدم برضو النصبيان وهنستخدم اللزق، طبعا هنلزق كله مرة واحدة، يعني اقصد هنملى الفراغات كلها لزق عشان ميبقاش فيها هوا. هنأكد على الطروف بالطريقة دي، وزي ما عملنا قبل كده هنقص الزيادات. شايفين التانية محطوطة على الستاند، شكلها حلو جدا على فكرة، يعني الإضاءة ظلماها والتصوير مش موضح يعني جمال الحاجة، يعني شكلها رقيق كده وحاجة شيك. انا طبعا قصيت، ما قصيتش على الحز طبعا اللي مرسوم عليه الورد وكده، قصيت بعده بحوالي سنتي. ممكن نعملها بالفرو، بس انا فضلت ان انا اغير، كان عندي الورد ده كانت عروسة بصراحة جايبهولي وادتني الحبة دول في الاخر، يعني كنت خلصت لها شغلها واتبقى شوية خدتهم منها ودخلتهم بقى في الشغل ده. هعمل نص القلب كده بالورد ده، هو شكل الفل برضو بس عليه استراس، حالا اصوره لكم واوضحه لكم. هلزق نص القلب كده، شايفين انا قصه القلب بعيد عن الاطار المزغرف، علشان بصوا لما احط الشغل عليه ما يتدراش، هو باين برضو اهو الشغل فيه باين خالص. ممكن اكمل، بس انا حسيت برضو عشان ما تبقاش زحمه هكمل النص التاني باللولي. ده المقاس الصغير، لو عايزين تحطوا المقاس الكبير تمام، بس انا حسيت بصراحة ان ده شكله اقيم كده واهدى.
عامله لكم مفاجأة بقى، اللي عايز يعمل الصورة بتاعته الاسماء والتاريخ يكتب لي في الكومنت ويروح على صفحتنا على الفيسبوك، وانا اخويا حبيبي ادعوا له دعوة حلوة كده، هخليه يعمله لكم على الفوتوشوب، وهنزل لكم الصورة تاخدوها تطبعوها على طول وتشتغلوا عليها على طول. بس اكتبوا لي كومنت حلو بقى، واكتبوا لي الاسماء والتواريخ اللي انتوا عايزينها وهعملها لكم كلها، ما تنسوش. دي كانت وردة عندي كده، كانت بصراحة فتوكة بس كان شكلها عجبني. كان فيها حتة ذهبي كده، شلتها واخدت منها الوردة، هي رسمة فلة بلاستيك كده، والقلب بتاعها على شكل قلب. شلت الزيادات، وكان في شمع مكان لزقها القديم، شلته بالمقص وهلزقه تحت كده. ممكن احط فلونكة بس حسيت ان الفلونكة مش راكبة مع شكل القلب، حسيت ان دي شكلها ارق بصراحة. شايفين اتلسعت ازاي؟ وده شكلها بعد ما خلصت، بصراحة شكلها تحفة تحفة تحفة. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، قلت لكم الطريقة بدون تكلفة، ومشروع او فكرة كويسة، مكسبها كويس وكل حاجة. قولوا لي الاسماء والتواريخ اللي انتوا عايزينها وهكتبها لكم، هنزلها لكم على الطباعة على طول على صفحتنا على الفيسبوك. ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتراك للقناة وكومنت حلو كده. باي باي.